عمر مرموش بيسجل هاتريك في اول مباراه ليه مع مانشستر سيتي. مرموش في اول ظهور ليه قدام تشيلسي كان بدأ بشكل اساسي وقدر ان هو يسجل بس الجون اتلغى. تاني مباراه ليه في الدوري الانجليزي كانت قدام ارسنال وبرضه بدأ بشكل اساسي بس الفريق اتغلب 5-1 وطبعا ما سجلش ولا صنع. والنهارده في ثالث ماتش ليه في الدوري الانجليزي بيبدأ برضه بشكل اساسي وبيسجل هاتريك في اول نص ساعه. في الشوط الاول عمر مرموش بيقدر ان هو يسجل هاتريك، جون في الدقيقه 19 وبعدها بخمس دقائق جون في الدقيقه 24 وبعدها بتسع دقائق جون في الدقيقه 33. بدايه مش طبيعيه وبتثبت ان قرار عمر مرموش طبعا كان صح ان هو يروح السيتي، لان في ناس كانت بتقول ان السيتي كبير على عمر مرموش وان مرموش هيكون حبيس الدكه زي ما كانت بدايه محرز مع مانشستر سيتي. وانه عادي ان الناس بتبني ارائها الكرويه بناء على صور نمطيه، اللي هو في لاعب معين حصلت معاه حاجه معينه مع فريق معين يبقى بس خلاص كل اللعيبه يحصل معاها نفس الحاجه. مع ان لاعب زي هالاند اول ما جه بدا اساسي ما عادش على الدكه ولا حاجه، كان بادئ بدايه ممتازه برضه. فليه بتقارن بدايه مرموش ببدايه محرز او ببدايه اي لاعب بيجيبه جوارديولا ويقعدوا على الدكه؟ ما انت ممكن تقارنه ببدايه هالاند، وخصوصا ان الفريق محتاج مرموش. فعموما عمر مرموش بيثبت ان فعلا السيتي ما كانش جايبه للدكه وجايبه عشان يبقى عنصر اساسي وواحد من اهم عناصر السيتي، ده لان امكانياته اعلى بكتير من ان هو يكون دك، ولان هو واحد من احسن اللعيبه في اوروبا مش بس في الدوري الانجليزي ولا في مانشستر سيتي. والكلام ده بالارقام. عمر مرموش السنه دي هو واحد من اكتر اللعيبه مساهمه في الاهداف، لعب 35 مباراه ساهم في 36 جون، صنع 13 وسجل 24. طبعا ده بهاتريك النهارده. هاتريك النهارده خلى مرموش يرجع ينافس على الحذاء الذهبي بقوه، لانه سجل الهدف ال 18 ليه في الدوريات الخمسه الكبرى، 3 مع السيتي و15 مع فرانكفورت في الدوري الالماني، بفارق جون واحد عن الخامس ليفاندوفسكي واللي مسجل 19 واللي متساوي مع هالاند اللي مسجل 19 زميل مرموش في الفريق، وفرق جونين عن ريتيجي هداف الدوري الايطالي، وفرق 3 اجوان عن هاري كين هداف الدوري الالماني، وفرق 4 اهداف عن المصري محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي. هو موجود وبينافس بقوه في المركز السادس، لكن مش فارق كتير عن الاول، فرق 4 اجوان بس. يعني ان شاء الله هاتريكين كمان ويعدي محمد صلاح وياخد الحذاء الذهبي، مش بعيده يعني. سجل في البريمير ليج، سجل في البوندس ليجا، ساهم في اليوروبا ليج، ساهم في كاس المانيا، وساهم في تصفيات كاس افريقيا. موسم تاريخي لعمر مرموش بيخليه بلا شك واحد من احسن اللعيبه في العالم السنه دي. عشان الناس اللي كانت بتقلل منه بتقول ان الدوري الالماني سهل، اهو سجل هاتريك في الدوري الانجليزي. وعلى فكره هو مش بيلاعب فريق صغير، هو بيلاعب نيوكاسل المركز السابع في الدوري الانجليزي واللي متساوي مع مانشستر سيتي في النقط، اهو كان متساوي معاه. حاليا بعد الماتش السيتي خد 3 نقط فبقى 44 ونيوكاسل 41. بس للامانه كده كده مانشستر سيتي كعبهم عالي قوي على نيوكاسل وخصوصا في ملعب الاتحاد. لك ان تتخيل ان من سنه 2000 نيوكاسل ما كسبش مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، وفي اخر 16 ماتش تحديدا على ملعب الاتحاد مانشستر سيتي كسب نيوكاسل كل الماتشات. يعني نيوكاسل مش بس ما قدرش يكسب، هو ما قدرش حتى يتعادل على ملعب الاتحاد في اخر 16 ماتش. بس اللي يهمنا هو اداء عمر مرموش في الماتش ده. عمر مرموش اسرع لاعب عربي يسجل هاتريك في الدوري الانجليزي، لمس الكره النهارده 40 مره، عمل 14 تمريره صح من 16، عمل 3 عرضيات صح من 5 عرضيات عملهم، وسجل 3 اهداف من 3 تسديدات سددهم على المرمى، وتسديده واحده بس اللي كانت اوف تارجت. وتقييمه على سوفا سكور 9.6 من 10. واللعيبه الفانتازي فهو جايب 17 نقطه بالثلاثه البونص، يعني لان هو غالبا هو اللي هياخد الثلاثه البونص، لسه البونص ما نزلش، بس هو هيجيب يعتبر 17 نقطه. وطبعا يا بخت اللي مكابتنه. وبس يعني بالتوفيق للاعبنا المصري واللعيبه العرب كلهم في الدوري الانجليزي وفي كل الدوريات الكبرى. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. تعمل لايك وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس معايا كل المنصات، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.